إذا أحسست أنك تترفع من ذكر أهل البيت عليهم الصلاة والسلام مع ذكر الله، تتجنب ذكر أهل البيت عليهم الصلاة والسلام مقارنا لذكر الله عز وجل، إذا أحسست في نفسك هذا الإحساس اعرف أنه يوجد خلل، عفوا أقول خلل في دينك، خلل في عقيدتك، مشكلة، خلاف القرآن الكريم، خلاف كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، مشكلة، خلل. إذا أردت أن تدعو الله عز وجل أحسست أنك لا تتمكن أن تدعو الله عز وجل وتدعو أهل البيت، اعرف أن هناك خللا. المشكلة مشكلة كبيرة جدا، أن القرآن الكريم أصبح في أيدينا كتاب عادي، الشخص يستدل بالقرآن الكريم، هؤلاء يقولون القرآن يقول وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. لا، القرآن يذم ذكر شخص مع الله عز وجل. عجيب، القرآن يذم وهو القرآن يصنع. المشكلة أين؟ المشكلة أن القرآن الكريم أصبح عندنا كتابا عاديا، الشخص يقرأ القرآن الكريم في سنة في سنتين يتخرج يفتي. عجيب، القرآن كتاب عميق، كتاب الله عز وجل، هذا كلام الله عز وجل. بدراسة سنتين تفهم القرآن أنت، تبدأ تفتي، تنسب الآيات القرآنية لأشياء. القرآن يقول وإذا ذكر الله وحده اشمأز، وحده يعني ماذا؟ يعني بعيدا عن الأنداد، بعيدا عن الأضداد. هم كانوا يرغبون أن يذكر الله عز وجل ويذكر مع الله عز وجل من يعبد وما يعبد من دون الله، يعني طريق آخر، طريق غير الله عز وجل، هذا الذي كانوا يريدون. وإذا ذكر الذين من دونه، من دون الله، رسول الله ليس من دون الله، رسول الله هو الطريق إلى الله عز وجل، هو الطريق الوحيد إلى الله عز وجل، هذا ليس من دونه. قبل هذه الآية أم اتخذوا من دون الله شفعاء، من دون الله شفعاء. الله عز وجل لا يجعل في يوم القيامة شفعاء؟ نعم يجعل. فإذن يعني ماذا؟ أم اتخذوا من دون الله شفعاء. ثم بعد هذه الآية آية التالية يقول قل لله الشفاعة جميعا. أسألكم، رسول الله صلى الله عليه وآله ما عنده شفاعة في يوم القيامة؟ باتفاق كل المسلمين توجد هناك شفاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله في يوم القيامة. يعني ماذا قل لله الشفاعة جميعا؟ لأن شفاعة رسول الله هي شفاعة الله عز وجل، ليس شيئا آخر. الشيء الذي القرآن ينكره هو الطريق المناوئ المخالف المضاد لطريق الله عز وجل، لا طريق رسول الله. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وحده لا يعني مع رسول الله إذا ذكرهم يستبشرون، لا، هم كانوا يريدون أن يجعلوا مع الله عز وجل الأصنام التي تعبد من دون الله. أما تجعل مع الله عز وجل اسم رسول الله، هذا ما أمر به القرآن، هو صنع القرآن الكريم هكذا شيء. هذه الآيات ما هي؟ يدرسون دراسة خفيفة مختصرة أيام قلائل، يبدأون يفسرون القرآن كلام الله عز وجل.
وينسب هذا إلى الشرك وينسب ذاك إلى الكفر، هذا مشرك ذاك كافر. لماذا؟ لأنه ما أراد أن يتعب نفسه 20 سنة يدرس القرآن الكريم، بدل أن يحفظ القرآن الكريم فقط ليدرس القرآن الكريم. ودرسوا هذا كتاب الله، دراسة 2 3 سنوات أصبحت تفهم كتاب الله عز وجل. بعد 20 سنة لا تفهم. بعد 50 سنة الفقهاء يذكرون أشياء ثم يقولون والله العالم. هذا قرآن. نعم، ذكر الله عز وجل مع ذكر رسول الله، مع ذكر أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. بدون ذلك اعرف أنه يوجد خلل في الدين، خلل في العقيدة.